السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اتمنى ان انتم تكونوا بخير. معاكم محمد النجار من قناة جرافيك مايند ستوديو. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض اللايتنج، واللايتنج من اهم الحاجات اللي موجودة في بلندر، وهي الجزء الاساسي اللي بيخلينا نطلع مشهد كويس، سواء احنا بنعمل اعلان 3D VFX او بنعمل صورة او حتى بنعمل كي فيجوال لاعلان بالبوردس او غيره. ده من اهم الحاجات اللي بتطلع كواليتي وبترفع كواليتي الصورة، هي فكرة ان احنا نعمل لايتنج صح. فما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا بينا نبدأ. اشوفكم بعد الانترو. دلوقتي بقى عشان نفهم اللايتنج بشكل كويس، انا قسمتهم لثلاث نقط مهمين جدا، وهي التولز والكونسبت والابلكيشن. التولز هي الادوات اللي بنستخدمها في بلندر عشان نعمل الاضاءه بتاعه المشهد اصلا. اما الكونسبت هو المبادئ اللي هستخدمها عشان انور المشهد بتاعي. بمعنى ايه؟ هل هو اعلان مثلا في المورنينج هعمل اضاءه وورم، والقصه اللي هنحكيها بالاضاءه اللي هننور بيها المشهد ده. اما الابلكيشنز هي التكنيك اللي هنستخدمه لاضاءه المشهد، يعني مثلا هنستخدم 3 نقط 3 بوينت للاضاءه ولا 4 بوينت للاضاءه، وتكنيكس كتير غيرها هنتعرف عليها خلال الفيديو ان شاء الله. دلوقتي نبدا مع اول حاجه وهي التولز. بلندر بيديك 6 ادوات للاضاءه. اول حاجه وهي البوينت لايت. البوينت لايت دي وهي عباره عن اللمبه اللي موجوده في حياتنا الواقعيه، بتبقى عباره عن نقطه وبنتحكم في الباور بتاعها عن طريق البار ده. اما الراديوس ده فهو البار اللي بنتحكم فيه عن طريق شده الشادو او الظل اللي معمول للاوبجكت بتاعنا. والبوينت دي عباره عن بتحاكي اللمبه اللي موجوده في العالم الواقعي بتاعنا، سواء اللمبه ال 40 واط 30 واط وغيرها. تاني نقطه معانا وهي السان لايت. السان لايت دي اللي هي بتحاكي ضوء الشمس او القوه اللانهائيه للباور، ان احنا بنفضل نعلي قوه الاضاءه وبنتحكم في زاويتها، زاويه 30 40 لحد 360 درجه زي الشمس بالظبط. ثالث نقطه معانا وهي السبوت لايت. والسبوت لايت دي عباره عن اللي هو ضوء الكشاف او لمبه اللي موجوده، بتبقى موجوده مثلا في اناره الشارع، بتبقى مركزه على نقطه معينه عن طريق ان احنا بنكبر البؤره دي او بنقللها عن طريق البارات اللي موجوده في الاوبشنز بتاعت كل اداه لايت من اللي قلنا عليهم. عندنا بقى الاريا لايت دي بقى، فهي بتحاكي السوفت بوكس او بتبقى مديانا مربع اضاءه زي السوفت بوكس او اضاءه الشاشات التليفونات او التلفزيون او اي شاشه عموما. وبرده عن طريق البارات بتاعتها بنتحكم في الراديوس بتاعها او في الباور بنعليه او بنقلله. عندنا رابع نوع من الاضاءه وهو الميش لايتنج، وان احنا بنخلي الاوبجكت نفسه ينور عن طريق الايميجن اللي موجوده في الماتيريال. ودي ان شاء الله بنشرحها بالتفصيل في كورس 3 دي بلندر باذن الله. الكورس هينزل قريب، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابعه باذن الله اول باول اول ما ينزل، وتفعل زر الجرس. وبنتحكم في الباور بتاع الميش لايت عن طريق البار الايميجن اللي موجود في شيدنج ماتيريال نفسها، ودي بتفيدنا لو احنا هننور مثلا تيوب لمبه موجوده في السين بتاعنا، او ان احنا مثلا في اوبجكت معين عايزينه يكون منور في السين اللي احنا عاملينه. ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل مع الفيديوهات اللي جايه زي ما قلنا. اما بقى الجوز فهي ان احنا بنضيف زي شادو للاريا لايت او اللمبه اللي احنا بنعملها، بس غالبا الاريا لايت هي دي اللي بنعمل عليها الجوز، ان احنا بنحط حاجز قدام الاضاءه عشان يعمل لي شادو معين على السين اللي انا عامله، سواء على الحيطه او على الباب، عشان نعمل جو دراماتيك شويه. تمام. ودي طبعا في مكتبه منها كبيره جدا بيبقى فيها تفاصيل كتير ممكن انت تعملها بنفسك وتنزلها وتضيفها على الاريا لايت نفسها. ان شاء الله هنتعرف عليها ازاي بتتعمل في فيديو لوحده برضو، لان فيها تفاصيل كتير، وكمان هي من اهم الادوات اللي بتضيف الواقعيه الرياليزم للستيم بتاعنا. فان شاء الله في الفيديو بتاع الواقعيه هنشرح الجوبز دي بالتفصيل. عندنا بقى الورلد لايت. الورلد لايت اللي هو ان احنا بنضيف انفايرمنت لايت للسين كله بشكل عام للورلد كلها اللي موجوده في بلندر. ان احنا بنحط HDR لايت وهي بتنور لي السين كله في نفس الاتجاه، بدل ما بنور مثلا لمبه معينه في مكان معين في كل اتجاه من الاتجاهات، لا انا بضيف HDR لايت للسين كله وهو بينور لي السين كله بشكل معين. وكده يبقى احنا خلصنا التول. عندنا بقى الكونسبت، والكونسبت عندنا متقسم لثلاث نقط. اول مبدا معانا هو البليسمنت والباور. البليسمنت هو مكان الاضاءه نفسها، مكان الاضاءه بالنسبه للاوبجكت او السين اللي احنا بننوره، وان مكان الاضاءه نفسه بيحكي قصه بتخدم السين بتاعنا. لو الاضاءه جايه من فوق فده حاله من الاثاره والغموض، ومثلا بنستخدمه في الافلام لو بنعبر عن افلام مثلا فيها غموض واثاره وبنكتشف عن جريمه معينه. اما بقى لو الاضاءه جايه من الجنب فده بيدي احساس الدراما، ولو في مشهد كئيب او في مشهد فيه تاثر بقى ودراما وحاجات من دي. ثالث حاجه وهو اتجاه الاضاءه من تحت، وده بيدي نوع من انواع الرعب شويه، وبيستخدموه كتير جدا في افلام الرعب. تاني نقطه معانا في الكونسبت وهي الديستانس والريلاتيف سايز. اول حاجه معانا الديستانس، وهي المسافه ما بين مصدر
مصدر الضوء والاوبجكت اللي احنا بننوره. لو مصدر الضوء ده بعد عن الاوبجكت هنلاحظ ان الاضاءه بقت تقل عن الاوبجكت بتاعنا والشادو بتاعها بيخف. اما لو مصدر الاضاءه بتاعنا قرب من الاوبجكت او الكاركتر اللي احنا بننوره فهنلاقي ان الضوء بتاعها اقوى على الاوبجكت والشادو بتاع الاوبجكت او الكاركتر بقى شارب اكتر. تاني حاجه وهي الريليتيف سايز. اي تول موجوده في بلندر ليها السايز بتاعها. لو احنا السايز ده كل ما السايز بتاع المصدر الاضاءه كبر حتى لو هو في مكانه هنلاقي ان الشادو بتاعه بقى بلوري اكتر والاضاءه نفسها الباور بتاعتها خفت على الاوبجكت اللي احنا بننوره. لكن لو المساحه بتاعه مصدر الضوء صغرت فمصدر الاضاءه بقى مركز اكتر على الاوبجكت فهنلاقيه نور اكتر وكمان الشادو بتاعه بقى شارب اكتر. ثالث نقطة معانا في الكونسبت وهي مهمة جدا وهي الكلر والتمبريتشر. الكلر واللي هي اللون بتاع الإضاءة نفسه اللي احنا عاملينه، وطبعا بلندر بيديك الاتاحة ان انت تغير الوان المصدر الإضاءة اللي انت حاطه سواء سان لايت او اي تول من اللي احنا قلناها. الحقيقة ان الوان الإضاءة دي هي من اهم الحاجات اللي بتخدم الثيم بتاعنا واللي هي من اكتر الحاجات اللي بتوصل الفكره اللي احنا عايزين نقولها من خلال المشهد بتاعنا. طبعا بنتحكم فيها عن طريق اعدادات اللايت اللي موجود في بلندر. بنخش على الكلر وبنغير اللون اللي احنا عايزينه وبنحدد اللون ده على اساس المشهد اللي عندنا. يعني مثلا لو بنعمل اضاءه صباحيه فبنستخدم اضاءه ورم شويه، لكن لو بنعمل مشهد فيه قوه وباور ومثلا يكون فيها تلج وبنعبر عن الساعه فبنستخدم طبعا الوان زرقاء او كول برده. وثالث حاجه معانا النهارده وهي الابلكيشنز. والابلكيشنز هي عباره عن التكنيك اللي هنستخدمه بقى عشان ننور اصلا السين بتاعنا. طبعا في تكنيكس كتير منها ال 3 بوينت لايت وال 4 بوينت لايت وغيرهم كتير، بس احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح حاجه واحده بس وهي ال 3 بوينت لايت، واللي بتتكون من 3 حاجات: كي لايت وريم لايت وفيل لايت. الكي لايت وهو عباره عن مصدر الضوء الاساسي على الاوبجكت او الكاركتر اللي قدامنا، وهو بياخد ضوء معين بقوه معينه بلون معين. اما الفيل لايت فده احنا بنضيفه في العكس اتجاه المعاكس للكي لايت عشان نخفف الشادوهات شويه عن الاوبجكت بتاعنا او الكاركتر اللي احنا بننوره، وبيكون غالبا اللون المعاكس للكي لايت اللي احنا عاملينه بس بدرجه دي ساتوريتد اكتر. اما بقى عندنا الريم لايت، والريم لايت ده هي اللي بيحدد لي الاوبجكت بتاعي اللي انا بنوره او الكاركتر اللي انا بنوره، وغالبا الريم لايت بيبقى الساتوريشن بتاعه اعلى من الفيل لايت والكي لايت بكتير، بحيث ان هو